في بداية هذا العام الجديد يا ربي، اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر. السلام عليكم باي بيك فاميلي ديزاير، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا على الف عافيه يا رب العالمين. عام سعيد ان شاء الله يلقاكم بالخير والهنا والبركه، وان شاء الله توجور تكونوا بخير. ان شاء الله ما تكونوش نسيتوا باي بيك فاميلي ديزاير ولي فيديو تاعها. على بالي بلي طولت عليكم الغيبة لمدة أكثر من 5 أشهر، وهادو اللي ظروف راح تعرفوهم من خلال هاد الفيديوهات القصيرة. نقول لكم البنات وحشتكم بزاف، توحشت ندير معاكم فيديو نقصر معاكم. الوغ البنات سبب الغياب تاعي هو أني مريت بظروف، يعني راح نقولها لكم، هي أنه مريت بمرحلة تاع الحمل. هذه هي البنات، ربي يرزقكم كامل بالذريه صالحه، واللي في قلبه حاجه ربي يحققها له. وهذه الفتره كانت جد صعبه عليا، انه لازم نرتاح نفسيا اولا، ولازم نرتاح جسديا ثانيا. وكنت ما نعرف حتى حاجه في هذه الفتره، يعني خليت نفسي اني نرتاح، وما قدرتش اني ندير فيديو لفتره لانه كنت تعبانه بزاف. هذه اولا، وثانيا كما قلت لكم كنت ما نعرف حتى حاجه، وخليت روحي المجال باش نتعرف على هذه الفتره. كل فترة يعني نقراها ونحوس عليها ونشوف الحاجة المليحة والحاجة اللي ماشي مليحة. يعني هذه هي الحاجة اللي خلتني اني ما نحطش فيديوهات، ولي تيم انستغرام على بالهم بكل حاجة. كما قلت لكم البنات، هذه الفترة كانت صعيبة بزاف، يعني ماشي صعيبة لدرجة انه خلاص، لكن يعني كما قلت لكم فترة حاولت اني نرتاح فيها. والبنات هذه هي، والفترة هذه البنات تعلمت بزاف حاجات. انه تعلمت انه نعمة الام نعمة لا مثيل لها، يعني النعمة اللي عطاها لنا ربي، والوقفة اللي وقفتها معانا، والحياة اللي مدتها لنا، يعني فريمون راح تعيشوها، وربي ان شاء الله يرزق كل مؤمن. هادو هما الفترات اللي جوزتهم في يامات يعني تاع 2022. كل فتره جزنا في فترات صعبه، فترات مليحه، فترات تعلمنا فيها، وفترات تعلمنا انه الحاجه ماشي بالسهل تجينا، وحاجه سهله راح نتعبوا عليها، وحاجات اللي ما نتعبوش عليهم بالك يجونا بلا ما نتعبوا عليهم، وحاجات اللي نتعبوا عليهم بالك ما نلقاوهمش. يعني كل فتره وحاجتها، وكل حاجه كما كتبها لنا ربي. وهذه هي، يعني ان شاء الله هذا العام يكون عام خير علينا، عام بركه علينا، عام فال علينا، يعني ان شاء الله يجوز بالهنا والبركه يا رب العالمين. طليت عليكم بهذا الفيديو على بالي بلي ماهوش يعني كيما الفيديوهات اللي تستفادوا منهم، لكن حبيت يعني نطمنكم عليا، لانه بزاف رسائل كانوا يجوني على الانستغرام ونراكي ورملي الفيديو تاعك. الو حبيت نجي ونوريكم هذا الفيديو. نقول لكم البنات بهذه المناسبه الحمد لله رزقني ربي بمولودي اللي هو ولد، وكانت فتره يعني تاع راحه كما نقولوا حنايا، فتره راحه. وان شاء الله حنشارك معكم عده فيديوهات ان شاء الله اللي تقدروا تستفادوا منهم. قولوا لي كومونتير واش راكم حابين بالنسبه لوين زيات فتره الحمل، كيفاش جازت عليا، واش هم الحاجات اللي لازم ننصحكم بهم، وشنو هما الحاجات اللي ما لازمش ديروهم. يعني كل حاجه، يعني اللي حاجه اللي نحسها انها تستفادوا منها راح نحطها لكم، وراح يعني نجاوب على كامل الأسئلة تاعكم بإذن الله. هذه هي البنات، هذه هي الفترة اللي غبت عليكم عليها، لأنه كانوا يجولي بزاف أسئلة، وما كنتش قادرة نقول لكم، لأنه يعني حاجة مازال ما نخلقتش، ما نحبش نهدرها، يعني حتى نهدرها. وهذه هي البنات كما قلت لكم. هذه بالنسبة للفترات اللي كنت نروح فيهم عند طبيبة، وكنت نصور لكم يعني بعض اللحظات، يعني باش تحسوا انكم راكم معايا. يعني كل فترة كنت نصورها وكنت نحطها، وكنت نقول دوك نحط لهم فيديو، لكن ما كتبش ربي. وهذه هي البنات الغرفة تاعي بعد الولادة. كانت يعني ولادة صعبة، جوزتها وربي يعني ما فيه غير الخير، سلكنا وتهنينا، وهذا ما كان. يعني مهما تكون هذيك الفترة صعبة، يقول لك ربي إن بعد العسر يسرا وإن بعد العسر يسرا. وفي هذا المنبر إن شاء الله ربي يرزق كل وحدة
بالذريه الصالحه ان شاء الله اللي في قلبها ربي يحضره لها، ولانه احساس بزاف هايل، وربي ان شاء الله يعني يطعم كل ام وكل متزوجه يعني في باب الزواج، ربي يطعمها ان شاء الله بالذريه الصالحه، لانها هذه هي الدنيا، وكل وحده وش مكتوبها. وهذه هي البنات بعد ما جابوا لي الماكله، بعد ما كنت زيت وكملت زياده. البنات الا راكم حابين نشارك معكم فيديو على وين زيت وشنو هي البلاصه وكيفاش ولا بروسيدور كامل اللي درتها، قولوا لي في لي كومونتير، ان شاء الله نشارك معكم كل حاجه، هكا نحسكم باللي استفدتوا. تاني البنات ندوزو من هاد الحاجه ولا هاد اللي هضرناها كامل تاع الزياده وكامل، حبيت نشكركم جزيل الشكر. هذا هو صح لي الوقت اني نشكركم، شكرا 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 لدعمكم ووصولي ل100,000 مشترك. هذه 100,000 مشترك وصلتها عندي شحال، لكن هذه هي الفرصة جات باش نشكركم عليه. هذا الرقم اللي كنت ما نتصورش اني نلحقه، لكن الحمد لله لحقته بفضلكم، بفضل الدعم تاعكم، وبفضل حبكم الكبير وثقتكم فيا. هذه هي الحاجة اللي خلتني اني نطلع واني نوصل لهذا الرقم. هو مجرد رقم، لكن انا بحد ذاتي نشوفه رقم كبير، وبناتك بزاف، ويعني ثقة بزاف، وكل حاجة مليحة نحسها في هذا الرقم. كل ما يطلع كل ما نحس اني قدرت نوصل ولو بالقليل، ولو بنصيحة، ولو بحاجة تستفادوا منها، وهذا الشيء بزاف يفرحني. وعائلتي الكبيرة ما سميتاش في باطل، عائلتي كبيرة وانتوما هي عائلتي الثانية. هذه هي البنات، وهكا نكونوا لحقنا وهدرت لكم يعني الفترات اللي جست فيها يعني كل حاجة. وهنا يا البنات بعد ما جاو ضياف تاني وجدت لهم وجدنا شويه كل ما يجي كاش واحد ولا نوجد له قهوته، نوجد له طمينته. هذه هي البنات ان شاء الله يعني شاركت معكم يعني بعض اللقطات. الا راكم حابين فيديوهات بالتفصيل قولوا لي واش راكم حابين كامل نشارك معكم. ما نشاركش معكم دائما لي فيديو باسكو على بالكم باللي تربيه بزاف واعره، لكن نحاول اني قدر المستطاع نشارك معكم حاجه اللي تقدروا تستفادوا منها ولو بالقليل. هكذا البنات راني طمنتكم، طمنوني نتوما على حالكم، واش راكم ملاح، كيفاش جوزتوا عامكم، كيفاش راكم، ولا تبعوني سوغ انستغرام راني نحط توجور اجور التما، لانه في الانستغرام ماشي في اليوتيوب. في اليوتيوب لازم مونتاج ولازم فيديو ولازم كذا، لكن سوغ انستغرام راني توجور اجور التما. هكا نكونوا لحقنا نهايه لا فيديو. نتمنى كانت عجبتكم، ما تنسونيش بجام واشتراك وتعليق شباب كما